شاب سلاسيني خلص على أمه ودفنها في أرض زراعية بالمنيا. كان من أسبوع بيصرخ وبيقول أمي تايهة، وبيكتب على صفحته اللي يلاقي أمي يبلغني، وكان الناس بتدعيله ويشاركوا منشوره عشان يساعدوه. والنهاردة لقوا أمه مدفونة في أرض زراعية، واللي دفنها هو نفسه ابنها. صدمة تقطع القلب وبتطرح سؤال مرعب: فين الرحمة؟ فين الدم اللي بيربط ولا القلوب بقت خرسانة؟ الحدث المأساوي وقع في عزبة شمس الدين، مركز بني مزار، شمال محافظة المنيا. الأجهزة الأمنية تلقت بلاغ من شاب باختفاء والدته البالغة من العمر 52 سنة. ظهر على السوشيال ميديا بيبكي وبيدعي ويدعي القلق، لكن الحقيقة كانت أفظع من الخيال. تحريات المباحث فجرت المفاجأة: ابنها نفسه هو اللي أنهى حياتها ودفنها بإيده في أرض مجاورة للبيت، والجثة اتسحبت من ترابها، والاعتراف جه بعد مداء الخناق عليه. تم تحرير محضر، والنيابة فتحت تحقيق واسع لمعرفة السر وراء الجريمة البشعة. ازاي قلبه طوعه، وازاي قدر يبص في عيون الناس وهو بيطلب مساعدتهم وهو اللي كان القاتل. اللي حصل ده مش بس جريمة، ده درس مر ان مش كل اللي بيعيط صادق، ومش كل نداء استغاثة وراءه نية طيبة. ربنا يرحمها ويصبر اهلها ويبص في حالنا، يمكن نرجع بشر تاني. الشاب السلاسيني ده حكايته حكاية. ده شاب بيسكن في قرية شمس الدين التابعة لمركز بني مزار، شمال محافظة المنيا. الابن ده 32 سنة، قتل والدته ودفنها في أرضهم الزراعية. المشكلة إنه لما خلص على أمه ودفنها رجع بيته وبدأ يبحث مع أسرته عليها وينشر صورتها على السوشيال ميديا وكأنه مظلوم. بالفعل تم إبلاغ أجهزة الأمنية، وتواصلت الأجهزة الأمنية بأبحاثها، ووجدت الأم مدفونة في قرية شمس الدين تابعة لمركز بني مزار شمال المنيا. الابن اللي قدامكم ده عنده 32 سنة، قتل والدته ودفنها في أرضهم الزراعية. طبعا مثل القلق ومثل التوتر ومثل الزعل والحزن، وكان تمثيله بارع، لكن تم إلقاء القبض على المتهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اتجاهه. والنهاردة المحامي العام لنيابات شمال المنيا قرر حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق. واقعة مأساوية بالفعل، واحنا كده شكلنا وصلنا لآخر محطة في قطار الحياة، ان الابن يقتل امه. واقعة مأساوية. البشاعة في القضية دي ان القاتل هو الابن. تم تشييع الجثمان في الساعات الاولى من صباح اليوم، وتم دفنها في مقابر العائلة. رحم الله تعالى الام وتغمدها بواسع رحمته. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.